في قرية بعيدة بين التلال الخضراء كان يعيش رجل فقير يدعى مسعود. لم يكن يملك من الدنيا إلا درهما واحدا يحتفظ به في كيس صغير داخل جيبه، وكان يخطط لشراء شيء بسيط يسد به جوع يومه. وفي صباح دافئ خرج مسعود إلى السوق وهو يتمتم بدعاء: اللهم ارزقني من فضلك وبارك لي في درهمي الوحيد. وأثناء سيره بين الأزقة رأى رجلا غريبا بثياب ممزقة، عيناه حزينتان ووجهه شاحب من الجوع. اقترب الرجل منه وهمس بصوت خافت: يا سيدي، لا أطلب كثيرا، فقط لقمة تسند بها قلبي. تردد مسعود لوهلة، ثم أدخل يده في جيبه وأخرج درهمه الوحيد ومده للرجل بابتسامة خفيفة: خذ، فالله أكرم منا جميعا. أخذ الرجل الدرهم بعينين دامعتين وشكر مسعود بحرارة، ثم مضى في طريقه. رجع مسعود إلى بيته جائعا، لكنه شعر بشيء غريب، راحة عميقة في صدره، وكأن شيئا عظيما قد حدث. في اليوم التالي تجول مسعود في القرية يقابل الناس بكلمة طيبة وابتسامة هادئة دون أن يشتكي أو يطلب شيئا. وفي اليوم الثالث ذهب إلى السوق كالعادة، لكن شيئا غير متوقع حدث. جميع التجار اقتربوا منه، يقدمون له الطعام والبضائع ويتوسلون إليه أن يبيعهم حاجاته البسيطة بأضعاف ثمنها. وقف مسعود مذهولا وسأل أحدهم: ما الذي يحدث؟ لماذا أنتم تفعلون هذا؟ ضحك التاجر وقال: ألم تسمع؟ الملك مر بالأمس متنكرا بين الناس، وكان هو نفسه ذلك الغريب الذي أعطيته درهمك الوحيد، وقد أثنى على كرمك وأمرك أن تكرم، فكل خير تراه اليوم هو مكافأة من الملك. وقف مسعود مذهولا، الدموع في عينيه وقلبه يرقص فرحا. لقد أعطى وهو لا يملك، لكنه الآن يملك الرضا والكرامة والبركة. ومنذ ذلك اليوم صار يعرف بين أهل القرية بمسعود الكريم، وصارت قصته تروى جيلا بعد جيل.